النهارده ان شاء الله هنعمل معاكم سندوتشات الشاورما السوري. اول حاجه كده نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بصراحه الفيديو ده مش انا اللي عملته، سنتي بنتي هي اللي عملته. هتقول لكم ازاي عملت الشاورما وعملت التتبيله بتاعتها، وتعمل معاكم الخيار المخلل. هتعمل خيار مخلل سريع، وهتعمل التوميه. فهي هتشرح لكم، هتقول لكم عملت التتبيله بتاعت الشاورما الاول ازاي، وهتكمل معاكم الفيديو. معانا نص كيلو شرايح بانيه من صدور، يعني فراخ متقطعة شرايح بانيه. هنقطع الكمية كلها، يعني مش رفيعة ومش تخينة، في الوسط كده. هنقطع الكمية كلها بنفس الطريقة، نفس القطع اللي قطعناها في الأول، هنعمل من الأول لحد الآخر بنفس السمك. خلاص كده زي ما قالت لكم، هي مرتبكه شويه عشان اول مره تسجل فيديو. هنقطع كل كميه الشاورما بنفس الطريقه. معانا معلقة توم وعلبة زبادي وعصير من الليمون ومعلقتين من الزيت. معانا بقى البهارات، بابريكا وملح وفلفل اسود وجنزبيل، وحبهان مطحون وكركم. هننزل فيها الشاورما كده، صدور الدجاج، وهنقلبها كويس عشان تختلط، تشرب التتبيلة بتاعتها. وهنغطيها وندخلها التلاجة اقل حاجة لمدة 3 ساعات، بس الافضل انك تعمليها في الخلطة وتبيتيها يوم كامل. هنعمل دلوقتي الخيار المخلل، وبما اننا هنعمل شاورما يبقى لازم تعملي خيار مخلل. لكن لو ما عندكيش خيار ومش هتقدري ان انت تعملي خيار مخلل، ممكن تستبدليه بزيتون. لكن احنا هنعمل المخلل، هيقعد معانا بس ساعة. هنعمله كده خيار سريع. قطعة الخيار بالشكل ده كده، وهنقطع كل الكمية برضو بنفس الطريقة. خلاص كده تمام. زي ما قلنا، لو ما فيش خيار ممكن تستبدليه بزيتون. يعني اي مخلل عندك ممكن تحطيه. هنروح كده في حلة على النار فيها مية. نحط فيها معلقتين ملح ومعلقتين خل ومعلقة سكر، وهندوبهم في بعض واستناها تغلي، وبعد كده هننزل فيها الخيار ونسيبها او نسيبه تغلي غلوة واحدة بس، وبعد كده هنطفي عليه النار ونسيبه في في المية المية دي بتاعه. لمدة ساعة. وهنعمل التومية. معانا كوباية مية ومعلقتين نشا ونص معلقة توم، وهنقلبها لحد ما لونها كده يبدأ يبقى شفاف، عشان ما تسيبهاش اكتر من كده على النار عشان ما تكلكعش. خلاص كده تمام. حطت النشا وحطت الثوم، وهتقلبها لحد ما يبقى اللون بتاع التومية كده شفاف. بعد كده نزلت في الكبة. معايا كوبايتين من الزبادي، معلقة من الزيت، 5 معالق من المايونيز، خلاص. معلقة من الخل خلاص ورشة كده حطت ملح. ملح وخل وزيت. بس الزيت مش معلقة، يعني حوالي 3 معالق كبار كده من الزيت. وهنضرب التومية لحد ما تنعم معانا. خلاص كده تمام. شايفين نعمت، والقوام بتاعها تقيل، وهتفضل معاكي برضو لحد ما تخلصي كل السندوتشات وانت بتشتغلي فيها كده. هتلاقي التومية تقلت اكتر من كده، يعني مجرد ما هتسيبيها شوية بعد ما تضربيها في الكبة هتتقل معاكي اكتر من كده. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ لكن لسه هتتقل تاني. رحنا كده في طاسة على النار. الطاسة لازم تكوني مسخناها قبل ما تنزلي بالشاورما عشان تديلها صدمة. بعد كده فردناها في الطاسة بالشكل ده كده. مجرد ما تاخد صدمة. هنبدأ نقلبها. خلاص كده تمام. زي ما قلنا تاخد صدمة، وبعد كده نقلب في الشاورما. سيبها تاخد صدمة كده عشان ما تنزلش مية كتير. خلاص شايفين هي نزلت شوية صوص كده بس مش كتير. طبعا طول ما انت سايباها على النار وبتقلبي فيها هتتشرب الصوص بتاعها ده تاني. معانا عيش سوري. هندهن العيش كده بالتومية. وبعد كده هناخد الخيار.
وهناخد بطاطس وهناخد الشاورما وهنلفه بالشكل ده كده. لفيه بقى كده كويس عشان ما يفكش منك. هنعمل كمان واحد. خدنا تومية كده وهننزل بالخيار وهناخد بطاطس وهناخد شاورما، يعني هنعمل كل الكمية تقريبا بنفس الطريقة. وهنا حطينا زيتون عشان لو ما عندكيش خيار ومش عارفه تعملي مخلل الخيار مش موجود، يعني مش متوفر في البيت، ممكن تحطي اي مخلل تاني عادي. فعشان كده هي بتقول لكم ان هي حاطة الزيتون. خلاص كده تمام. خدت كده بالمعلقة حاطة التومية بحيث ان العيش يلزق كويس. وهنا قربنا الكاميرا كده وهي بتلف، كنت حاسة ان هي وهي بتلف السندوتشات ما كانتش واضحة، فقربت الكاميرا كده شوية. حاطة الزيتون كده مع الخيار. شايفين الطريقة بتاعتها سهلة، مش هتاخد معاكي وقت خالص غير الوقت اللي انت بتحطي فيه التتبيلة بتاع الشاورما. زي ما قلنا انك ممكن تحطيها في التلاجة 3 ساعات، والافضل انك تعمليها من بالليل وتبيتيها كده في التلاجة. طبعا كل ما بتفضل في التتبيلة الشاورما بتدي معاكي طعم احلى. رحنا كده على النار في طاسة فيها زيت، حطينا كده فيها شوية من الزيت، دهنتهم بالفرشة وهنحمص السندوتشات. مجرد ما ياخد لون هنقلبه على الجهة التانية. لازم لما كل ما بتحمصيه كده كويس العيش بيكون متحمص معاكي وبيدي معاكي طعم احلى. خلاص ده اتحمص، هننزل بقى بباقي الكمية. خلاص كده نزلنا بباقي الكمية، هنحمصها برضو بنفس الطريقة. لازم تكون النار هادية. ممكن بقى زي ما انت حابة تسيبيها زي ما هو تقطعيه قطع صغيرة، اصغر من دي اكبر من دي، حسب راحتك بقى. يعني ممكن تسيب السندوتشات سليمة. شوفوا القلب بتاعها من جوه شكله عامل ازاي. ده طبعا السندوتشات ما خدتش معايا وقت خالص، كانت الوصفة سهلة وبسيطة. يا رب نكون افدناكم النهاردة، وان شاء الله تجربوها وربنا يحسن ما بين ايديكم. ونشوفكم في وصفة جديدة على خير، ومع السلامة.